مين اللي زعل صندوق النقد مننا بس؟ الشهر اللي فات الصندوق قال انه اتفق مع الجهات المصرية على مستوى الخبراء انه يصرف لنا 820 مليون دولار للمراجعة الثالثة، والموضوع واقف على امضاء المجلس التنفيذي بتاع الصندوق. النهارده قال لك احنا اجلنا قرار المجلس التنفيذي ل 29 الشهر، مع انه المفروض كان يمضي النهارده، وما قالوش اي اسباب. ايه اللي حصل بقى؟ دكتور مدحت نافع في مداخلته على برنامج مصر النهارده قال لك هو فعلا مفيش اسباب تم اعلانها، بس هو بالنسبه له حاطط 3 سيناريوهات محتمله. السيناريو الاول ان الصندوق كان اعلن ان هو هيقلل الفوائد اللي بيطلبها من الدول الاكثر اقتراضا، ومنهم مصر، لان الموضوع ابتدى يزيد عن قدره الدول دي على دفع الفوائد دي. بس قال ان ده احتمال ضعيف لان الاتفاق بتاعنا كان قبل الاعلان بتاعه. الاحتمال الثاني ان احنا غيرنا الوزاره بالفعل ومنها المجموعه الاقتصاديه، ففي احتمال ان الصندوق محتاج ان هو يناقش بعض النقط مع الوزاره الجديده او خصوصا المجموعه الاقتصاديه، يتعرف عليهم ويتاكد ان احنا مكملين في نفس الاستراتيجيه وان مفيش اي تغيير. الاحتمال الثالث اللي بيقول انه وصل له من مراجع مختلفه من الصحافه ومن بعض الاتصالات الشخصيه اللي هو عملها مع ناس مرتبطه بالصندوق، بيقول احتمال ان يكون في شرطين 3 لسه ما التزمناش بيهم، ولكن واخدين وعود ان احنا هنلتزم بيهم. والدليل على كده انه ما قالكش ان هو اجل الامضاء بتاعته لاجل غير مسمى، ده يا دوب خلاه اخر الشهر. وحسب تصوره ان الموضوع مرتبط باسعار المحروقات زي ما اشار ليها رئيس الوزراء امبارح. من هنا لاخر الشهر هنشوف.